ليه في بعض الأشخاص دمهم بارد حرفياً؟ يا جماعة، هو إيه حكاية الناس اللي حتى في عز البرد واقفين بالتيشيرت النص وعادي؟ يعني إحنا بنتجمد وهم بيقولوا الجو دافي. هو أنتوا ما عندكمش دم ولا إيه القصة؟ بص بقى، في حاجة اسمها ضعف الدورة الدموية الطرفية أو معدل التمثيل الغذائي البطيء. الناس دي جسمهم مش بيولد حرارة كفاية أو بيحتفظ بالحرارة كويس، فإيديهم ورجليهم دايما ساقعين حتى لو الجو حر. وفي سبب تاني، إن في ناس بطبيعتهم عندهم أوعية دموية بتتقلص أسرع، فبتقلل تدفق الدم للأطراف، وده بيخليهم دايما حاسين بالبرد. وبرضه في ناس بتكون مش فارقة معاهم أصلا، دماغهم متبرمجة على إن الجو عادي، ودي بقى أعلى درجات التبلد المناخي. نصيحة: لو انت من النوع ده، حاول تلبس كويس عشان ما تتعرضش لنزلات برد أو مشاكل في الدورة الدموية. والرياضة والحركة بيحسنوا تدفق الدم وبيسخنوا الجسم. قولولي في الكومنتات، انتوا من فريق البردانين حتى في الصيف ولا من فريق التيشيرت النص في عز الشتاء؟ ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم معلومة على السبورة.